فانزاتي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض حواوشي اسكندراني حلو قوي، وعملناه على الطاسه، وعملنا كمان ميني حواوشي، ما يبقاش ميني بيتزا وخلاص، يبقى كمان ميني حواوشي. وعملنا الطحينه بتاعتنا القمر. بصوا بقى القمر والريحه، تعالوا نشوف. بصوا بقى، معانا اللحمه، معانا نص كيلو بس لحمه، ومعانا بصل مفروم، معانا فلفل رومي، معانا خضره اللي موجوده، فلفل حراق، حبه عصير طماطم. معانا هنا ملح، فلفل، كمون، توم باودر، حبة ماجي. حابين او مش حابين بلاش، يعني لو مش حابينها مش اختياري. هنبتدي ننزل بالخليط بتاعنا كله اللي موجود ده على اللحمة المفرومة. شوية صلصة، الصلصة بتدي طعم حلو قوي. طبعا الكلام ده النهاردة ننزل بالتوابل بتاعتنا. الكلام ده مش هنحطه في الفرن، الناس اللي ما عندهاش فرن تعمل ايه؟ نعمله على الصينية، على الطاسة عادي، نحط حبة زيت وبنشوحه شمال ويمين، بنهدي النار عليه وبيطلع احلى من اللي في الفرن بكتير. طبعا احنا معانا العجينة بتاعتنا بتخمر لحد ما نخلص الخليط بتاعنا، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين دقيق، حبة حبة ملح، حبة معلقة بينك باودر صغيرة، دي في العبوة العادية. معانا كوباية، نص كوباية لبن دافية، بننزل عليها بكيس الخميرة، معلقة السكر، وبنسيبها شوية، ونبتدي نخلط الكلام ده مع بعض وبنسيبه يخمر. دي العجينة بتاعتنا. تمام. الناس اللي ما عندهاش ميزان تحاول تخلي ايديها ميزان للحمة. انا كورتها كلها كده عشان اوزنها على ايدي. بصوا القمر اصلا ريحتها قبل ما تستوي جميله قوي. هنا العجينه بتاعتنا ابتديت اقطعها كده بالسكينه، والمها جمعها كده مع بعض، رشين دقيق عشان ما تلزقش مننا على الرخامه، على الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها ايا كانت هي ايه. لازم نرش حبه دقيق صغننين كده. ابتديت اجمعها بالطريقه دي. حلوه قوي يا جماعه. الحواوشي الاسكندراني لازم بيتعمل بعجينة في البيت. الحواوشي العادي بنجيب العيش من بره وبنعمل الخلطة بتاعتنا دي وبنفرد العيش، بس في البيت بتبقى حاجة تانية. كفاية ان احنا اللي عاملين العيش بايدينا. بصوا خلاص كده بقت جاهزة معانا. هنشوف نعمل رشينا حبة دقيق من فوق وسيبناها تستهدى شوية، وهنا ابتديناها بالميني حواوشي. فردتها كده وخليت الحروف ماسكة شوية عشان خاطر تبقى ايه، داير ما يدور كده على اللحمة بتاعتي. بقت جاهزة معايا عشان الأطفال اللي ايه. الحاجات دي بتختلف يا جماعة مع الأطفال. هنا هنعمل الحواوشي العادي بقى، اللي هو مش الميني حواوشي. فردنا العيش قوي كده، فردنا العجينة قوي، ونزلنا فردنا، حطينا اللحمة فيها وابتدينا نلمها بالشكل ده، وبقت معانا جاهزة كده، حلوة وسهلة وخفيفة. وكفاية ان احنا عاملينها في البيت وعلى قد الايد، يعني كوبايتين الدقيق اللي عملناهم في البيت مش هيجي تمن العيش اللي هنشتريه من بره. لازم نوفر يا ستات البيوت القمر، واي حد فينا نقدر نعمل الكلام ده يا جماعة ونجرب. اي حد يقدر يكوك، يعني يقدر يطبخ. بحبكم قوي، جربوها.